السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيك اقتصادي بلا بيض بلا حليب، سهل جدا. بسم الله على بركه الله. غناخذوا الاناء ديالنا، غنديروا فيه واحد القبيصه ديال الملح. غادي ناخذ عندي 2 كؤوس من الماء، ماء عادي. غادي نضيف الكاس الاول بسم الله، وغادي نضيف الكاس الثاني بنفس الكاس، وعندي نفس الكأس اللي عبرت به غادي نعبر به كأس ديال من الزيت. بسم الله. وغادي نضيف كأس من السكر، وغادي عندي واحد ساشي ديال الفاني من فئة 7 غرام. غادي نخلطوهم جيدا يعني حتى كيذوب لنا هذاك السكر. فراه كيكه كتجي ما شاء الله رائعه وناجحه. عندي هنايا هاد لي ساشي ديال الكاكاو، الا ما كانوش متواجدين كديروا 2 معالق ديال الكاكاو، حيت هذه كل وحده كتساوي معلقه من الكاكاو المر. هذه فيها 7 غرام. غادي نضيف 2 ديال لي ساشي. كنخلط جيدا حتى كيتخلط لي الخليط مزيان. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا كنخلط الخليط جيدا حتى كيتخلط مزيان. هذاك الماء مع الزيت ما كيبقاش يبان داك الماء لتحت، كما كتشوفوا معايا ما كيبقاش يبان. وغادي نبدا نضيف. عندي هنايا 3 كؤوس قياس كاس العنبه، وعندي 2 ديال الخمارات من فئه 8 غرام. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا الخليط ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا. يعني ملي كنديروا هاد الخطوط يعني كيبقى واحد شويه عاد باش كيحيدوا. الخليط ديالنا ما خصوش يكون ثقيل بزاف، ما خصوش يكون خفيف باش تطلع معنا هاد الكيكه. ندوزو نوجدو المول. انا استخدمت هذا المول، هذا مول بحجم عائلي يعني مول كبير. يعني العرض ديالو 24 على 37. غادي ندهنو بالزبده او الزيت ونرشوه الدقيق. هنا من بعد ما دهنت المول ديالي غادي نفرغوا هذا الخليط. هنا غادي نوزع هذا الخليط على المول، يعني باش كتجي الكيكه ديالنا متساويه. وغادي ندخلوها الفرن اللي كيكون سخون من قبل، يعني ما كتاخذش معنا غير نص ساعه كتكون وجدات. هنا من بعد ما دخلنا الكيكه ديالنا الفران، من بعد ما كنخرجوها كتكون على هذا الشكل هذا. كتكون كيكه اللي كتجي طبو، كتجي بحجم عائلي، كتجي صراحه كبيره. فهنا غندوزو نوجدو ليها يعني الكريمه اللي غادي نديروها للوجه ديالها. غناخد هنايا واحد الكاسرونه غادي نوضع فيها واحد الكاس ونصف من الحليب. بسم الله. وغادي نضيف عليها 2 ديال المعالق ديال السكر. وغادي نضيف هنا لهاد الحليب واحد فلان صغير ديال الشكلاط.
وغادي نضيف واحد الساشي ديال الكاكاو، وغادي نخلطهم جيدا ونوضعهم فوق النار حتى كيغلاو لينا. فالخليط ديالنا من بعد ما كيغلى كيكون على هذا الشكل. غادي نفرغو فوق من الكاك. من بعد ما ضفنا ليها هاد الكريمه زينتها هنايا بالكوك، يعني والتزيين كيبقى اختياري لكم، كتجي ما شاء الله رائعه. بسم الله نقطع معكم. راه شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كتجي رائعه من الداخل وكتجي هشيجه. كنتمنى انها تعجبكم، ونتمنىكم انكم تدعموا قناتي بالاشتراك ولايك. فضلا وليس امرا. السلام عليكم.